والله العظيم هتتحل، هتفرج كل الامور المعقده، هتفرج كل الايام الصعبه في حياتك هتمشي زي ما ضاقت عليك في ايام هتفرج عليك في ايام. هو ربنا ترتيباته عظيمه، بيرتب كل حاجه بمقدار، كل حاجه بتيجي في حساب. الجبر ليه معاك والطبطبه ليه معاك، يبان ليك ان الدنيا كلها مقفوله قدامك وربنا يفرجها في لحظه، تضيق قدامك في كل الطرق اللي انت ماشي فيها وتلاقي فرج ربنا عظيم. انا عايزك تطمن، عايزك ما تخافش، تبقى عارف ان كل حاجة ربنا مرتبها عشانك. ممكن يبان قدامك ان الترتيبات مش في صفك، لكن كل حاجة في صفك. انا عايزك تبقى متأكد انها هتتحل قوي، بس تبقى عشمان في ربنا، عشمان في كرمه، عشمان انه هيفرجها عليك، عشمان انه هيوريك كل الحاجات اللي انت بتتمناها في حياتك. الطمأنينة مع ربنا حاجة بتخلي البني آدم يفتح دراعاته ويقابل كل الأخبار الجميلة وهو طب إيه الروشتة اللي لو واحد سمعها مني دلوقتي يتحول من 100% إحباط ل 100% طاقة إيجابية ويحمي نفسه من أي حاجة تأثر عليه؟ أول حاجة إن لازم ربنا يكون موجود جوه حياتك. يعني إيه ربنا يبقى موجود جوه حياتك؟ إحنا ليه ما بيبقاش عندنا أمل في ربنا؟ ليه بنفكر ان ربنا بعيد عن الحاجات اللي احنا عايزينها وعايزين نعملها؟